السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفكم دايرين الأخوات؟ نتمنى كامل إن شاء الله راكم بخير وعلى ألف خير. أعتذر عن الغياب اللي كان لظروف صحية، الغالب. اليوم إن شاء الله راح ندير أنا وياكم أونصومبل حجاب، ليكات وسروال بالبوتشامو. قماش، نوعية القماش هو بوتشامو عفوا. راح نخدمو لاطاي 42. أول حاجة نبدو بلا ليكات. هنايا ثنينا القماش على 4، الجهة اللي تتكسل هي اللي راهي في العرض. راح نديرو لا ليكات فيها 1.20 متر. نجو هنايا للحافة القماش الفوقا مطوي على 4، من الجهة المغلقة نحطو القياسات. نديرو هنايا عرض الكتفين 40 سنتيمتر مطوية على 2 زائد 1 سنتيمتر تاع الخياطة بهذا الشكل. ننزلو ميلان الكتف 2 سنتيمتر، فتحة الرقبة 9 سنتيمتر، ما تبقى للكتف بهذا الشكل. نسمو الميلان تاعنا. نديرو خط التركيز تاعنا اللي هو بدوران الكتفين او عرض الكتفين قسمة 2 زائد 2 سنتيمتر بهذا الشكل. هنا ما كانتش تبان، خرجت لنا 22 سنتيمتر. نكملو المستقيم تاعنا هذا نرسموه. نديرو دوران الصدر عندنا 100 قسمة 4 زائد 3 سنتيمتر حق الوسع والخياطة. نديرو خط المستقيم يوازي خط التركيز باش نخرجو حردة الإبط تاعنا. نقسمو هذا الخط على 2، عند المنتصف نخرجو ب1 سنتيمتر. هنايا عند الزاوية القائمة خرجنا ب3 سنتيمتر. هادو كلها نقاط مساعدة. اللي ما عندهاش البيروكي ولا اللي ما عندهاش لاكورب تقدر ترسم. هنايا نحطو المسطرة تاعنا هاك ونحوسو على النقطة هذيك، واللي ما عندهاش ترسم بيدها عادي. انا كنت حياتي نرسم بيدي، غير بغيت باش نعاون الاخوات المبتدئات بهذا الشكل. نهبطو من عند خط الصدر، نهبطو مسافة 20 سنتيمتر باش نديرو دوران الخصر تاعنا بهذا الشكل. دوران الصدر تكون هابطو ب20 سنتيمتر. عندي 96 نورمالمون 96 سنتيمتر قسمة 4 زائد 3 سنتيمتر حق التوسيع والخياطة 22 سنتيمتر. أنا حندير 23 سنتيمتر. نرسم الخط، نربطو بخط منحني ماشي خط مستقيم، كيرف بهذه الطريقة. من عند خط التركيز، من عند خط الخصر عفوا، نهبطو بإيفازي حتى لعند نهاية لاليكات، نخرجو إيفازي بهذا الشكل. وعند حافة نهاية القماش نطلعو بزاوية 4 سنتيمتر باش ما يجيناش مجونح. نقصو الليكات تاعنا او البدن ونرجع معكم نكملو البقية. هنا رقبة الأمام فتحناها رقبة الخلف عفوا العمق تاعها 2، ورقبة الأمام العمق تاعها 10، لأنه رانا رايحين نديرو قلمونة ولا كابيش. نديرو لا كابيش، نديرو بهذا الشكل. دائما نخرجوا ب1 سنتيمتر عن الحافة تاع القماش باش ما تجيناش ديك الجهة طالعة. الأمام الخلف 2 والأمام 10. نقص القماش تاعنا بهذا الشكل. كملوا. نكملو نقص ونرجع معكم. هنا رانا عند حافة القماش عند النهاية. خلو فتحة 40 سنتيمتر تاع الجناب، خاطش لاليكات جاية مفتوحة من الجانب. نكرونتي عند هذيك 40 سنتيمتر، كرونتي باش تبان لنا الفتحة، ولا علموها بالطباشير. هنايا الليكات رانا كملنا معاها. دوك نروحو نفصلو الأكمام تاوعنا. طبقوا القماش بنفس الطريقة على 4، الجهة اللي تكسل على العرض والزغب كيف. نقيسو حردة الإبط كيما اللي بقات لنا، قلنا 30 سنتيمتر. نروحو نشوفو 30 سنتيمتر وين. هنا كيما هاك بهذه الطريقة. كي نعرفو ب 30 سنتيمتر معناها الحردة راح تكفينا. نزلو هنا ب15 سنتيمتر ونديرو هذاك المستقيم الوهمي نقسموه على 4 بنفس الطريقة. يخرج لنا هكا. عندنا النقطة الأولى نطلعو ب1 سنتيمتر، النقطة الثانية 0، النقطة الثالثة ندخلو ب1 سنتيمتر، ونديرو تقويسة الكم بهذه الطريقة.
هنا راهي اسهل هنا نقلبو المسطره باش نخرجو التقويره من الجهه السفليه. خلاص هنا راهي عندنا الكم باين واضح جدا. هنا نزيدو نهبطو مسافه 12 سنتيمتر باش نديرو دوران الزند. دوران الزند عندنا 30 سنتيمتر زائد 3 ولا 4 سنتيمتر حق التوسيع، بما انها اللي كانت مستوره حتكون 17 ونص، ونزيدو لها 3 سنتيمتر حق التوسيع. 21 انا درت فيها نورمالمون 22 سنتيمتر. 20 سنتيمتر عطيتنا 20 ونص، درت 21 سنتيمتر. بهذه الطريقه طول الكم راح يكون فيه بواني. مادام الكم فيه بواني، داك البواني فيه 5 سنتيمتر، يعني الكم 60 ناقص 5 تعطينا 55 سنتيمتر. واحد تاع الخياطه 56 سنتيمتر. للامانه 1 سنتيم تاع الخياطه تاع لابوند هذيك البواني اللي غادي نركبوها، يعني درت 56 سنتيمتر. لتحت درت 18 سنتيمتر، نورمالمون درت 18 سنتيم وطلعت لقيتها مع هذه. نقص لكم بهذه الطريقه. هذا هو الكم. هنا قربت لكم الكاميرا باش تشوفوا الكم. هذا هو خرج بهذا الشكل، واسع وعريض وافي بهذه الطريقه. لابوند السفليه اللي غنديرو فيها 5 سنتيمتر طول تاعها، بمعنى 8 على 2 10 و2 سنتيمتر حق الخياطه، يعني راح يكون فيها 12 سنتيمتر. والدوران كما بغيتو، الا بغيتو ديروها مزيره ولا ديروها مرخوفه. هنا القماشه مطبق على 2، راح ندير 12 سنتيمتر بهذه الطريقه. سطر بهذا الشكل هكا، نثنيها على تنين تتخيط عن اليد. راح تجيب هذا الشكل. هذا هو العرض تاعها. نتوما لكم الاختيار في العرض، كل وحده ودير. انا هنا درت تقريبا واحد 12 سنتيمتر في بالي ولا 13. كملنا معكم. نروحوا الان نخدموا لا كابيش ولا القلمونه. القلمونه هذه هي القطعه اللي راح نحتاجها، مثنيه على 2. هذه الجهه المغلقه راح تكون فيها 32 سنتيمتر، والجهه المفتوحه 35 سنتيمتر. نتوما تقدروا تكبروا. انا هذا هو القماش اللي كان باقي لي، من تحت فيها 28. نتوما اذا كان عندكم كبروا. هنا راح نطلع بواحد 1.5 سنتيمتر. شنجي ندير؟ نجي نقيس حفره رقبه الخلف، قيسوها والمتر يكون واقف بهذه الطريقه. انا هنا خرجت لي 9 سنتيمتر. حندير نحط 9 سنتيمتر تاعي، نعلم لها نقطتها هكا. نزيدو نديرو قياس رقبات الامام والمتر يكون واقف بهذه الطريقه. عندي 15 سنتيمتر. 15 سنتيمتر نحطوها هنا، وتبقى لي هذاك الزايد هو حق الثانيه. حق الثانيه 2 3 سنتيمتر حق الثانيه. تبغوا ديروا فيها كوردون، تبغوا تخلوها كيما راهي. نعدل هنايا. هذه هي لاكابيش تاعنا. نكرونتو الوسط، نجو الفوق عند الراس نديروها مدوره 5 سنتيم على 5 سنتيم، نديروها بهذا الشكل تكون مدوره. نتوما كي تمقسوها راح تخرج لكم مدوره هكا. نعدل القماش هنايا، يعني لحد الان هنا كلشي راه واضح وكلشي راه بسيط بهذا الشكل. نروحوا الان الى ماكينه الخياطه. هنايا عدلت فتحت اولا قبل ما نروح لماكينه الخياطه نسيت. هنا عدلت فتحت رقبه الامام، ما كنتش فاتحتها. لازم نحط حرده الابط على حرده الابط باش ما تجينيش الرقبه مديكاليه، ما تجيش عوجه، تجينا دائريه ولا تاخذ الشكل اللي حبينا حنايا. كرونتي الوسط لانه نحتاجو كي نبغوا نركبوا لاكابيش. خلاص هنا رانا في ماكينه الخياطه. راح نبداو باذن الله نخيطوا لاكابيش. نوخروا نخيطوا الصوالح اللي صغار هما الاولى، نخيطوا بالدروات ونعاود لا فينيسيون بالسيرجي. الا كان الماشينه تاعكم ما خيطت لكمش
بوتشامو لانه الاستيكي تكسل لكم بزاف، حاولوا ديروا القدم البلاستيكيه. انا هنايا خيطت لي عادي، فوتها في السورجي فينيها، ونعاود نفوت سورجي في الجهه اللي عند الوجه اللي عنده، راح ندير الثانيه ونخيط هذيك 3 سنتيمتر اللي خليتها تاع الثانيه، خيطها بهذا الشكل. بلا ما تجبدوا القماش تاعكم، خلوا الماشينه هي اللي تكسلها باش ما يجيكمش الاستيكي، لانه الاستيكي بزاف ورايح يغبنكم اذا كسلتوه. كملوا خيطوها بهذه الطريقه. هنايا لاكابيش تاعنا راهي واجده، هيا لا نروحوا نلاقوا الاكتاف امام مع الامام والخلف، امام والخلف مع بعضهم، يمين ويسار، بعد 1 سنتيمتر. ما نجبدوش القماش والبوان داري تاعنا، نروح نفينيهم بهذا الشكل. نروح نعين منتصف الخلف، رقبة الخلف كرونتيها تاع الامام نورمالمون راني معينتها بهذا الشكل. ديروا كرون غير صغير ولا علموا بالطباشير ولا ايبانغ اللي تساعدكم. نروح نجيبوا لاكابيش نعينو، راني معينه المنتصف تاعها، المنتصف تاع الخلف نحطوهم على رقبة الخلف ونقضبو بلي زيبانغ باش نعرفوا اذا كان عندنا ديكالاج تاع 1 سنتيمتر ولا ندخلوه بالتشريب. انا هنايا جاني نورمالمون جاتني سواسوه، جاتني قد يعني القياسات كيما حطيتهم مضبوطه، طاحت لي الرقبه مضبوطه بهذا الشكل. كمل نحكم بالدبابيس، ندخلوا لاكابيش لداخل والوجه للوجه. هذيك نهايه الرقبه نحطوها على بعد 2 ملم ولا 3 على المنتصف تاع رقبه الامام باش كشغل تجي شويه مكروازيه. دوك من بعد كي نركبها راح تبان لكم. نحطو شوفوا قياسات مضبوطه، يعني جاتني نيشان، جات اكزاكت. شوفوا انا هنا راح ندير غير اقل من نص سنتيمتر مكروازيه فوق بعضها. نخيط بالبوان دروا ونعاود نعاود بالسيرجي. انا خيطها، شوفوا كيفاش خرجت هذاك الكروازمون، شوفوا كيجي شباب. الرقبه تبغوا ما ديروش ما ديروش. نروح نسيرجيها ونعاود نخرج خياطه، ندير سيربيكور ولا خياطه تجميليه من الخارج على بعد 5 ملم، نصف سنتيمتر اللي هو حق البيد بيش. خرجوا الخياطه، نبدو من الكتف باش ما تجيش عندنا عايبه، يعني تجي عندكم فينيسيون شابه. نبدو من الكتف ونروحوا نرقدوا الخياطه على القماش، نتمشوا على البعد تاع البيد بيش تاعك. شوف هكا، ما تجبديش الكتاب باش ما تجيكش الخياطه مكسله. راني نهضر ونعاود. الصبع الكبير توجور هو اللي ترقدي به الخياطه. شوفوا كيفاش تجي، تدمري القماش للماكينه هي باش تجبد، باش ما تجيكش مكسله، باسكو كي تجيك مكسله ما راحش تجيك شغل الرقبه مديفورميه، ما يجيش الشكل تاعها باين. بهذه الطريقه دائما اللقيه تاع الخياطه تكون عند الكتف ولا من الخلف. انا نفضل نديرها فوق الكتف وما نديرش في الخلف. شوفوا هاي لهنا كملت بهذه الطريقه. شوفوا كيفاش خرجت الخياطه تجي شابه. هذيك الزياده تقعد راكده ما تبقاش واقفه. الان نروح نخيط الكم تاعنا، نجيب الكم نورمالمون راني معلمه المنتصف تاعي، نحط هذيك الكرون تاع الوسط تاع الكم نحطها مع خياطه الكتف اكزاكت. شوف باش ما يخرجليش الديكالاج اللي يخرج نطيحه برا. انا هنايا جاتني القياس سواسوه، كاين اللي تخرج لهم القياس اكبر 1 سنتيمتر نصف سنتيمتر، معليش هذيك الزياده طيحيها برا. سينون تبغي ديريها بالتشريب ديريها، بصح كي يكون قماش الاستيكي ما ننصحكمش ديروها، باسكو كي ديريه بالتشريب فوق 1 سنتيمتر راح يجيك كشغل تكسلي الحرده تاع الكم، حرده الابط تكسليها. ما ننصحش انكم ديروا تشريب فوق 1 سنتيمتر. اذا كان عندك اكثر من 1 سنتيمتر زياده فضل انك طيحيها برا، تخليها زايده، يخرج لك الكم كبير وما يجيكش الحرده مكسله، مكسل ما يجيكش شباب. تخيطي
شوفوا هنا قياس الحردة طاح لي مع قياس الكم، يعني جاتني سوا. نكملوا على بعد 1 سنتيمتر. بنفس الطريقه نخيطوا الكم الثانيه ونعاودوا نفينوهم ونرجعوا نغلقوا الجوانب ونسورجوهم، نخلوا غير الفتحه. انا ركبت الجيوب، وهنا الجيوب ما راحش نوريهم لكم في فيديو، حنديرهم لكم في فيديو اخر منفصل باش الفيديو ما يجيش طويل. طريقه تركيب الجيب حنوريها لكم وحدها في فيديو اخر. هنا الخيط يتقطع، غادي نعاود. شوفوا هنا راني كملت جملت الكم سورجيته. دوك نجيبوا هذيك البواني اللي راح نركبوه نخيطوه الوجه للوجه، خيطوها بهذا الشكل بعد 1 سنتيمتر، نتنيها على 2 ونفتح قياس 1 سنتيمتر، ما نوصلش عند الخياطة، قريب 1 مليمتر. ندير جهة هاك وجهة هاك بهذه الطريقة. تبعوا برك الطريقة راح تجيكم سهلة. هنايا ندير وحدة تشوف اليمين وحدة تشوف اليسار باش ما تجيناش غليظة كي نخيطوا. حافظوا على الماشينة تاعنا. نجيبوا هذيك لابوند نديروا الخياطة مع الخياطة ونحاولوا نكسلوها حتى تخرج لنا هذيك لابوند تجينا قياسها قياس فتحة الكم، يعني بهذه الطريقة كيما تاع الجوكين. بنفس الطريقة رانا نخدموا جوكين. شوفوا نكسلو هكا، نكسلو ونخيطو بعد 1 سنتيمتر باش تجينا الخياطة مليحة، ونعاودو لا فينيسيون بالسيرجي بنفس الشكل. اللي ما عندهاش السيرجي ما ديرش، يعني هنايا البوتشامو ما يتسمسرش، ولكن داخله في لا فينيسيون نديرو سيرجي. ما عندكش معليش، ماشي شرط تكون عندك السيرجي تيس. نعاودو بالسيرجي ونرجعو. شوفوا كيفاش يجي مفيني، يجي شباب ويجي مكسل كاع كيف والخياطة مع الخياطة يخرج شباب روعة. هنايا الفتحة اللي كنا خليناها رانا حبسنا عندها، فوتنا لها السيرجي. درك شنو نجيو نديرو؟ كنا مكرونتين 1 سنتيمتر، نقلبوا هذيك 1 سنتيمتر للداخل. انا هنا قلبت القماش لان الخيط الفوقاني راني دايرته بالاخضر والخيط التحتاني ابيض، يعني باش ما يجينيش الخيط باين بالابيض من برا. قلبت. نتوما الا ما كان ما تقدروش تتحكموا في الماكينه تقدري تخيطي للداخل. شوفوا هنا نوقف عند هذيك الفتحه، نعاود نتني نخيط 1 سنتيمتر، ندير شغل كي البوان داري بهذا الشكل هكا، ونعاود نتني 1 سنتيمتر لداخل ونعاود نخيط على بعد نصف سنتيمتر. هنا باش نتحصلوا على فتحه بيان فيني وتجي فيها لا فينيسيون تاعها تجي شابه. شوفوا كيفاش تجي. هايلا نحدوها راح تخرج روعه. تبقى لنا هنا الكفه راح نكفو على نصف سنتيمتر، 1 سنتيمتر نتنوها ونكفو على نصف سنتيمتر بهذه الطريقه وما نكسلوش الكتان. نكملوا الخدمه راح تشوفوا الموديل واجد كامل، ونلتقي في فيديو تاني اللي راح يكون خاص بالسروال. فيديو درتكم فيديو تاع السروال وحده وتاع لاليكات وحدها باش ما يجيش لا فيديو تجي طويله. تابعوني في الجزء الثاني ان شاء الله. بالتوفيق للجميع ان شاء الله. ما تنسوناش بالدعاء، ما تنسوش لايكات للفيديو وشير باش يطلع الفيديو اكبر عدد ممكن من المشاهدات. اي استفسار تركوه لي في التعليقات، راح نجاوب كل الاخوات ان شاء الله. وما تنسوش تابعوا الجزء الثاني راح يهبط بعد قليل، يعني مباشره بعد الفيديو الاول. بعد هذا راح تلقوا الفيديو الثاني عشان نطول عليكم، تلقوا فيه قياسات السروال لا طاي 42. بالتوفيق للجميع.